لكن الحي ده كان معروف إنه حي المقنبة يا أخي، الوضع هناك كان فظيع. وجيه شيخ تاني في نفس الوقت وهو كله متبهدل، شعره منكوش وكرفته مقطوعة، وقال: يا قسيس، الشيطان طحن هناك، يا قسيس. ظهر شيطان في ست هناك، رحت أطلع الشيطان، مسكني من كرفته وقال إن اللي بيتفرج على أفلام إباحية ما عندوش سلطة يطلعه. يا إخواتي، الشهادة النهاردة قوية جدا، أنا متأثر جدا من اللي حصل. وانت كمان هتشوف قد ايه العالم الروحي مش هزار، ما ينفعش تهزر في حاجات جد. بالمناسبة، ولا كنيسة كانت عايزة تكون هناك في شارع المكومبا. استعد للشهادة دي. بس قبل كده عايز احكي لكم على حاجة حصلت معايا، مش حاجة حد حكالي عنها، لكن انا شفت بنفسي، شفت بعيني العالم الروحي قدامي لما كنت لسه جديد في الإيمان. ده حصل فيه سنة 2002، وكان ليا كام شهر بروح كنيسة بسيطة جدا، كانت جنب مكان للطقوس الروحية. أيوة بالظبط كده. ولما كان يبدأ الاجتماع كان دايما نفس الحاجة، الناس كانت بتمر من قدام الباب، وأحيانا كانوا بيرموا حجارة جوه الكنيسة وقت الاجتماع. أحيانا كان الأولاد بيعدوا بالعجل ويفضلوا يعملوا دوشة ويشتموا ويزعقوا، وكل ده علشان يعطلوا الاجتماع. وفي يوم قررت إن أعزم واحدة صاحبتي تيجي معايا الاجتماع ده. كانت بتمر بظروف صعبة وضغط كبير، فعزمتها، قلت لها تعالي معايا القداس. والكسيس كان بيدي كلمة حلوة قوي يوم الحد، وهي قررت تيجي معايا. ولما بدأت العظة يا أخويا، عارف إيه اللي حصل؟ البنت دي ظهر عليها تلبس. احنا عارفين طبعا ان التلبس الشيطاني مذكور في الكتاب المقدس، يسوع أخرج الشياطين من الناس. والبنت دي هي كانت عايشة بعيد عن طريق الرب، والشيطان دخل فيها. وبعدين عارف ايه اللي حصل؟ القسيس راح هناك وانتهر الروح اللي فيها، الشيطان اتطرد وهي اتحررت. بس في نفس الوقت ده كانت في بنت تانية في آخر الكنيسة، في آخر الاجتماع، هي كمان اتلبست من الشيطان. وبعدين القسيس راح للبنت التانية دي وصاحبتي دي اللي أنا كنت عازمها، وكانت قاعدة هناك على الكرسي، وكانت لسه متحررة حالا. فجأة يا إخواتي حصل تاني، الشيطان دخل فيها تاني، والبنت دي بدأت دلوقتي تبقى كده بتنهج. هي وطت راسها وفضلت بتنهج، وكانت حاجة كده صعب الواحد يشوفها. في اللحظة دي القسيس ما كانش موجود عشان يصلي لها تاني. ومين اللي راح يصلي لها؟ أنا اللي كان لازم أروح، لأن الستات الكبار اللي كانوا جنبي كانوا خايفين جدا. إحنا رصنا الكراسي البلاستيك البيضة دي، عارفها؟ إحنا رصناهم في أركان الكنيسة، وفضلت أنا وضيفتي دي بس اللي كانت واقفة هناك بتتنفس بصوت عالي، كانت متوترة جدا. في اللحظة دي الستات الكبار قالوا لي يلا يلا روح صلي لها. إخواتي، أنا كنت خايف موت. أنا بس فاكر إني مددت إيدي كده وقفلت عينيا. وبالمناسبة أنا ما بنصحكش تقفل عينيك وإنت بتصلي لحد ممكن يكون عليه مس شيطاني، لأنك ممكن تتأذى. العدو ده ماكر، هو عايز يأذي الناس. وكمان الكتاب المقدس بيقول في سفر أعمال الرسل عن ناس خرجوا متعورين، خرجوا من غير هدوم، لأن الشيطان هو حاول يدمر حياتهم. ساعتها أنا غمضت عينيا، ما كانتش عندي المعرفة، ومديت إيدي وقلت باسم يسوع اطلع منها. يا إخواتي، في اللحظة دي الشيطان قام، صح؟ البنت دي كانت قوية جدا كده، هي جات ناحيتي وهو بدأ يخربش دراعاتي. في اللحظة دي أنا اتخضيت، افتكرت إني هتأذي أكتر بكتير. وبعدين هو بدأ يضحك. بالظبط يا إخواتي، بص أنا بقولك الكلام ده عشان تفهم إن العالم الروحي مش لعبة. هو بدأ يضحك عليا، وهو بدأ يقول كده أنت فاكر إني همشي؟ أنا عارف البلاوي اللي بتعملها في مدرستك. إخوات، في الوقت ده أنا ما كنتش ثابت كده، فاهم؟ عارف لما تكون سلمت حياتك ليسوع بس لسه عايش حياتك نص نص؟ أيوة كنت كده يا إخواتي. وبعدين هو بدأ يقول حاجات أنا بس اللي كنت أعرفها، وكنت بقول له يسكت، اسكت باسم يسوع، اسكت. بس بعدين هو بدأ يقول أنا عارف البلاوي اللي بتعملها في مدرستك وأنا مش هخرج منها. باختصار بدأت أتكلم باسم يسوع والشيطان ما خرجش، لحد ما جه القسيس تاني. ساعتها فعلا هو صلى وإحنا صلينا مع بعض، والبنت اتحررت. مش محتاج أقولك صح إن في اليوم اللي بعده رحت المدرسة وأنا بصلي كنت بقول
يا رب احميني هنا في المدرسة. يا اخواتي، من ليلة للتانية ربنا سمح بده علشان يقدسني، وساعتها أنا تبت عن ذنوبي. طلبت من ربنا يسامحني على كل الحاجات الغلط اللي كنت بعملها في المدرسة، حتى وأنا كنت عارف الكلمة. فأنا بحكي لك ده علشان تشوف إن الموضوع جدي، ما ينفعش نهزر في حاجة جد. دلوقتي هعرض الاختبار هنا. لو بتحب تسمع قصص حقيقية، أنا عايز أطلب منك تشترك في قناتي وفعل الجرس كمان علشان ما يفوتكش الفيديوهات الجاية، ماشي؟ يلا بينا نشوف الاختبار. هنا من القس أندري براس. خلي بالك. أنا فاكر يا إخواتي إني كنت بواب الكنيسة. يا سلام على المجد. أنا كنت بواب لمدة 4 سنين، بس اللي كان بواب هو اللي يعرف. وبعدين الراعي بتاعي كان عايز يدخل حي يا إخواتي، ما كانش قادر. كان بيحاول يدخل الحي وما كانش قادر. وبعدين أخت راحت سكنت في الحي اللي كان عايز يدخل فيه بالكنيسة. كانت بيت كبير وفي الشوارع اللي ملهاش مخرج. انتوا بتسموها ايه هنا يا قسيس موسى؟ الشارع ده زقاق، شارع مسدود، صح؟ مفيش له مخرج. بس الحتة دي كانت معروفة بحي المكومبا يا أخويا. الوضع هناك كان مرعب، وفي الشارع ده كان في أماكن كتير الناس هناك كان عندهم العادة دي. الأخت إليزابيث سكنت في آخر الشارع في بيت فيه حوش. ندهت على الرئيس وقالت له: يا رئيس، مش كنت عايز تدخل الحي؟ أنا اشتريت بيت هناك. الحوش تحت أمرك علشان تبدأ العبادة. الراعي شجع الشيخ المسؤول عن العبادة دي، وبعدين هو استلم، وكان في عبادة يوم الحد. يوم الثلاث جه المقر ومعاه مجموعة مفاتيح، وقال: يا قس، خد هنا مفتاح بوابة بيت الأخت. أنا مش عايز الموضوع ده تاني. لا، ربنا ما دعانيش عشان أطرد شياطين. لا، أنا بحب أوعظ يوم الحد لما الكنيسة بتكون مليانة، بس طرد الشياطين مش شغلتي. لا. وساعتها الأسيس نادى الشيخ تاني وشجعه يوم الخميس عشان يقود. يا إخواتي، أنا فاكر كأنها كانت النهاردة يوم الحد. والشيخ التاني ده وصل وقت العبادة هدومه كلها مقطعة، شعره منكوش وكرفته مقطوعة، وقال: يا قسيس، الشيطان طحنني هناك. يا قسيس، ظهرت روح شريرة في ست هناك. حاولت أطلع الروح الشريرة، مسكني من الكرفتة وقال إن اللي بيتفرج على أفلام إباحية ما عندوش سلطان يطرده. اتضرب من الروح الشريرة. شوف المصيبة دي، إيه ده؟ وبعدين محدش كان عايز يروح الحتة دي تاني. ساعتها القص بصلي وقال لي: يا رايز، أنا حاسس كده، حاسس إنك هتروح هناك. أنت بتصلي وبتصوم، أنت هتروح هناك. أنت راجل شجاع. قلت له: يا قسيس، من يوم ما قبلت أكون خادم في بيت الرب، أنا تنازلت عن إرادتي علشان أخدم ربنا. اتحملت الشغل، وديت مجموعة الصلاة والتبشير اللي كنا مع بعض هناك. يسوع بدأ يخلص والناس بدأت تتوب. 90 يوم بعدين طلبنا عشاء الرب، وراعينا جه هناك عشان يقيم معانا عشاء الرب، لأننا كنا مساعدين وما كناش نقدر نقدمه. لما الراعي شاف الزحمة، الراعي قال: دي بركة يا أخي، لازم نطلع ده من البيت. يا أخويا لازم ناخده للقاعة، كان في ناس كتير قوي. يا أخويا الراعي أجر قاعة في الشارع اللي فوق من الشارع الرئيسي. 90 يوم بعد كده طلبنا عشاء الرب مرة تانية. لما الراعي وصل هناك قال: يا أخويا أندري، إحنا هنضطر نشيل الكنيسة من هنا تاني. يا راجل، انت قافل الشارع بالكراسي. يا أخويا الحي كان مناسب لكسب النفوس، كان ناقصه بس الكنيسة. روح هناك، أجر قاعة تانية أكبر، وكان في بيت وراها. ساعتها القسيس قال لي: انت هتكون القيم على الكنيسة. وأنا كنت بدفع أجار، ودلوقتي مش هدفع أجار تاني، وكمان كنت باخد 100 وكهرباء وسلة أكل أساسية. قلت: يا سلام على البركة. كل اللي عليك تكون أمين في أبسط الحاجات، وربنا هيبارك في حياتك. يا إخواتي، كنت فاكر إن ده هيكون أحسن وقت في حياتي، بس طلع أسوأ فترة، لأن الجيران هناك ما كانوش بيحبوا المؤمنين. يا أخويا، بس عشان تاخدوا فكرة عن الاضطهاد اللي مريت بيه، في أول أسبوع القس اضطر يغير سقف الكنيسة، شال الإنترنت وحط زنكو، عشان الجيران اشتروا طوب علشان يحدفوا الطوب على سقف الكنيسة. يا أخي، كان في واحدة ست ساكنة جنب بيتنا كده، قصيرة وبشرتها سمرة، وكانت بتصبغ شعرها أحمر، كانت شبه ودي نقار الخشب. يا أخي، عمري ما شفت حد بيشتم زي الست دي. وكان جوزها طويل وضخم كده، كان ضابط شرطة. أنا ما عنديش مشكلة مع الضباط، في كتير منهم في عيلتي، بس كان بيجي بيهددني، وكان دايما شايل السلاح في وسطه كده. وفي يوم قال لي: بص، لو حصلت أي فوضى في الاجتماع ده زي اللي حصل يوم الخميس، لو حصلت فوضى في الاجتماع الجاي في نفس وقت برنامج فانتاستيكو، هتاكل علقة يا اخواتي.
عديت بكل أنواع الإهانة هناك. لما جه يوم الحد الكنيسة كانت مليانة يا إخوات، اضطرينا نحط كراسي في الممر. الاجتماع كان مولع نار، وأنا أفكر يا رب لو حصلت حريقة أنا هتضرب. الأخ قال إني هتضرب. هحل الموضوع ده إزاي؟ أنا كنت لسه خادم حتى مش شماس. قدت في الكنيسة كان عندي خادم على الباب اسمه أنطونيو، وكان بيتأتئ وكان معجب بيا يا أخي، وكان عايز يعز، كان دايما بيطلب مني يعز. قلت له أنا حليت المشكلة خلاص، هجيب أنطونيو هو بيتأتئ ومعجب بيا ومحدش هيفهم أي حاجة وأنا مش هتضرب. نديت على أنطونيو عشان يعز. لما طلع مسك الميكروفون، أول حاجة قالها يا أخي مش هقلده لأني مش بعرف. قال كده أنا كنت عارف إني هعز النهاردة، لأن وأنا بصلي وقت الفجر الرب يسوع كلمني، بس الرب قال لي ما عادش. الرب أمر اللي مش متعمدين بالروح القدس يقفوا، لأن يسوع قال إنه هيعمد 32 شخص بالروح القدس في العبادة دي. يا أخي يسوع عمد 32 شخص بالروح القدس. يا أخي كان في ناس اتشالت من كتر قوة الروح القدس، بس لما خلصت العبادة، المجد لله يا أخي، المجد لله. أيوة. لما خلصت العبادة الجيران كلهم كانوا واقفين على باب البيت هناك، شتموني وأهانوني وما اتضربتش، بس عشان ملاك الرب كان واقف جنبي. ولما جه يوم الثلاث القسيس قال بص هيكون في تغيير في الخدمة، رايح لمنطقة تانية وأنا هبعت خادم تاني هناك. يوم الخميس كانت وداعي ومشيت. بعد سنة رجعت للكنيسة دي يا أخوي، عشان جت أخت تعظ وأنا كنت بحب أسمعها جدا. ورحت هناك كنت لابس جزمة رياضية وبنطلون جينز وقعدت ورا. أنا رحت علشان أعبد ربنا. أحبائي خلال العبادة أخت خرجت وهي بتمشي زي العساكر. ركزوا معي، أخت خرجت وهي بتمشي زي العساكر، راحت لآخر الكنيسة عند المكان اللي أنا كنت قاعد فيه. وقفت وأنا عندي رهبة كبيرة، كنت عايز أسمع صوت ربنا، لكن الأخت مشيت زي العساكر وما قالتش أي حاجة. بعد كده هديت نفسها وقالت سلام الرب يا أخويا. قلت لها آمين يا مبارك. قالت لي فاكرني يا آخر حبيب؟ قلت لها يا أختي منطقتنا كبيرة قوي، مش فاكر الأخت كويس. لا، هي رجعت خطوة ورا وقالت لي بصلي كويس، تخيلني بشعر أحمر. قلت لها دم يسوع لي قوة. أنت مؤمنة يا جارتي؟ قالت لي أنا مؤمنة. قلت لها يا سلام على العمل الرائع ده، إزاي أنت اهتديتي؟ قالت لي في اليوم اللي نقلتي فيه عفشك ما قدرتش أنام تاني، كانوا 5 ليالي أنا نمت. كنت بقلب يمين وشمال وأصح جوزي وأقول له ليه المؤمنين مختلفين كده؟ ليه إحنا كنا بنهينه وهو عمره ما رد علينا؟ ليه إحنا أسأنا معاملة الشاب ده كتير وهو عمره ما قل أدبه معنا؟ ما كنتش قادر أنام تاني. رحت الكنيسة علشان أعرف ليه أنتوا مختلفين. يسوع فتح قلبي وأنا قبلت يسوع كمخلص. امسك المجد، امسك المجد. ساعتها بصيت لها وقلت لها وجوزك أبو عضلات اللي كان دايما عايز يضربني على باب الكنيسة؟ قالت لي انت ما شفتش عازف الباص في الكنيسة؟ أنا وبيتي نخدم الرب وكنا عايزين نحضنك ونشكرك لأن مثالك في الحياة جاب بيتنا عند أقدام يسوع المسيح. لأن القيادة اللي الكنيسة بتمارسها بتوعظ لكن كمان بتعيش اللي بتوعظه. الكنيسة بتمارس القيادة بالقدوة. انت بتقول المجد لله هنا الصبح ده. أنا كنت في سيرا جاوشا في يناير بأوعظ في مؤتمر الإرساليات مع جيرالدو كامبو، ولما خلص المؤتمر يوم الأحد بالليل مراتي كانت واقفة عند باب الكنيسة ومعاها كتبنا. وقربت أخت من مراتي، هأوصف الأخت، كانت لابسة فستان بسيط وجزمة بوت، إيديها مليانة كالو، هي بتشتغل في الكرم. هي مش صاحبة الكرم، هي بتشتغل في الكرم. الأخت بسيطة جدا قربت من مراتي وقالت أختي سارة أنت مؤمنة بعطية ربنا؟ مراتي قالت أنا مؤمنة يا أختي. جوزك الإس أندري لسه مؤمن بعطايا ربنا؟ هي قالت جوزي مؤمن، ندوا عليه. عندي رسالة من ربنا لكم. لما وصلنا سألتني الأخ مؤمن بعطايا ربنا؟ قلت لها أيوة يا أختي أنا مؤمن. هي حطت إيديها على كتافنا أنا ومراتي وقالت إزاي بتؤمن وقلبك متواضع عشان تسمع صوت ربنا؟ في نص الليل ده الرب هو نجاة من الموت لبيتك، هكذا قال الرب.
صلت من أجلنا. وجوزها ركن العربية الفوسكا عند باب الكنيسة. هي دخلت العربية فوسكا موديل 62 لونها أبيض. خرجوا وهن بيزمروا بالعربية ومشيوا. لما مشيوا شوية إخوات من الكنيسة قم وقربوا من مراتي الأخت سارة. ما تحطيش الكلام ده في قلبك، ربنا ما بيستخدمش النوع ده من الناس. فين ربنا هيستخدم أخت من بوتيمة؟ ما تحطيش الكلام ده في قلبك يا أختي. لما هي بدأت تتذمر مع أخوات تانيين أنا وبختها، هي قالت بصي يا أخوات، ممكن توقفوا الكلام ده؟ أنا لسه مؤمن إن ربنا بيحط كنوز في أواني من فخار. خرجنا من هناك بعد المؤتمر وكنا راجعين. سافرنا طول الليل. كل الناس هنا عارفين عن الحادث اللي حصل في تيرا دي آريا في يناير. الخبر اتنشر في كل الجرايد. العربيات اللي تورطت في الحادث عند المنحنى على مدخل تيرا دي آريا. احنا كنا من ضمن ال5 عربيات. لما العربية النص نقل دخلت المنحنى بتهور وعدت العربيات وخبطت في الاس يو في البيضة من قدام. احنا دعينا بدم يسوع وطلعنا على العشب ومفيش حاجة حصلت. ناس ماتوا متسحقين وسط الحديد، لكن احنا كنا عايشين عشان سمعنا لكلمة خادمة ربنا الصغيرة. جه الوقت إننا نكون متواضعين يا إخوات ونسمع للأواني دي بتاعة ربنا اللي حوالينا. أنا خدمت كراعي في حي يا أخوي، وأنا نقلت من حي لحي. الشهادة اللي كنت بحكيها لما غيرت الكنيسة ورحت حي تاني، أي وبعدين رحت أعمل اجتماع في البيت. العيلة ما قبلتش يسوع، بس شاب اسمه ديفينو قبل يسوع. كان اسمه إيه؟ وديفينو قال يا أسيس أنا نفسي أروح كنيستك، سامع إن الدنيا هناك كويسة، بس في حاجة، كل الناس في البيت من غير شغل وأنا معايا شورت واحد بس أروح بالكنيسة. لو حضرتك سمحتي لي أروح الكنيسة بالشورت هروح. قال لي طبعا تقدر تروح ديفينو. وديفينو بدأ يروح بالشورت. يا أخي هو اتحول لربنا من قلبه. تخيل واحد صاحب بجد يا أخي. أوقات كنت بقفل باب الكنيسة عشان أمشي كان واقف جنبي. يا أسيس لو أنا محتاج أي حاجة تانية. قلت له مش محتاج يا ديفينو. طيب باركني. قبل ما أمشي كنت لازم أحط إيدي على راسه وأباركه. يا أخي تخيل ديفينو بقى صاحب بجد. بعد 3 شهور جه يدور عليا. يا أسيس لازم أكلمك، الموضوع جدي. قلت له اتكلم يا ديفينو، الشباب دعوني أغني معاهم. قلت له وافقت؟ قال بس بعد ما أتكلم مع القائد بتاعي. كنت عايز أعرف لو حضرتك تباركني عشان أشارك مع الشباب. قلت له طبعا بباركك. قال لي بس في مشكلة يا أسيس، أنا ما عنديش بنطلون، أنا عندي بس شورت. لأنه كان عنده تشوه يا أخويا، كان عنده الحاجة دي كبيرة أوي يا أسيس، وما فيش بنطلون كان ينفع عليه كده. لو كان في حد بنفس وسطه كنا جبنا له واحد. بس هو كان فعلا، عشان تتخيلوا بس يا إخواتي، كان لقبه في الدنيا كاديرودو. هو كان ضخم قوي. وبعدين هو درب مع الشباب وغنى يوم أحد العشاء الرباني. يا أخي كان في مجد يوم أحد العشاء الرباني، ديفينو غنى. ولما جه يوم الاثنين حددوا اجتماع في المقر. الشيوخ بتوع الكنيسة عملوا عريضة علشان يطلعوني من هناك. ودوا العريضة للرئيس وقالوا إني مش بحافظ على العقيدة السليمة بتاعت الكنيسة، وقالوا كمان إني بسيب الناس النكسة تغني في الكنيسة. رحت هناك وكان هنا مفيش يا أخي، بس هناك كان في مجموعة من الشيوخ كده ولسانهم نار، كانت نار مولعة يا أخي. هنا مفيش الحمد لله. وبعدين يا إخوة اتهموا وقالوا اللي هم عايزينه. بعد ما تكلموا طلبت من القس يخرجهم من القاعة، ولما خرجوا وريت صورة الشاب للرئيس. قلت له يا رئيس الوضع كده، العيلة من غير شغل والولد ملتزم في الكنيسة. هو بس اللي جاب لي يسوع. بس بص كده، مفيش بنطلون ينفع للشاب ده. لو كان عندي بنطلون كنت اديتهوله، بس مفيش يا أسيس. لا مش لاقيين بنطلون نشتريه للشاب ده. وقتها الأسيس وعيونه مليانة دموع قال لي كده، قد ايه حلو ان الواحد يسمع الجانبين من القصة. بصوت واطي خالص خالص خالص. قول للي جنبك دائما اسمع الجانبين من القصة. لا انا قلت لك تتكلم بصوت واطي يا اخويا، انت قلت بصوت عالي مع دايما اسمع الجانبين من القصة. يسوع بيتكلم هنا، شايف يا اخويا؟ احنا محتاجين نسمع الجانبين من القصة يا اخويا.
ناس كتير كويسين اتقال عليهم وحشين على لسان ناس كدابين وشريرين. احنا لازم يكون عندنا تواضع عشان نسمع الجانبين من القصة. والقسيس قال بص سيب الشاب يغني هناك، ارجع هناك وسيب الشاب يغني، ولو حد اعترض قولهم ان الرئيس سمح بكده. قلت شكرا جزيلا. كملنا الطريق. الشباب نظموا المؤتمر بس كنيستنا كانت صغيرة وقدروا ياخدوا ملعب الرياضة اللي جنبنا، وكمان البلدية وفرت جهاز الصوت بتاعها لحدث الشباب. وبعدين ديفينو جه وقال كده يا أسيس، أنا مش هشارك في المؤتمر. بص يا أسيس أنا ما عنديش هدوم، أنا معايا بس شورت. قلت له يا ديفينو نعمل حملة صلاة في الكنيسة أي ساعة يا قس، من 10 ل11. كام يوم؟ 7 أيام. إيه الهدف؟ إحنا هنطلب هدوم من ربنا. ربنا بيدي هدوم يا القس أندريه. أنا قلت ربنا بيدي، ربنا بيستجيب للدعوات. أنا قلت ربنا بيستجيب. هنطلب عربية كمان يا القس أندريه. أنا جاي ماشي على رجلي، أنا ساكن بعيد. أنا قلت هدى نفسك يا ديفينو، أنت عندك إيمان كبير قوي. نمشي خطوة بخطوة وكل حاجة هتظبط. خلينا نطلب هدوم الأول، ولما ربنا يرزقنا بالهدوم نطلب العربية. بدأنا الحملة يا أخويا. ولما جه يوم الخميس قبل بداية المؤتمر، رجل الأعمال في المدينة ناداني علشان أصلي في بيته وقال لي يا أسيس أنا مسافر خارج في أجازة مع العيلة، كنت أتمنى قوي إن حضرتك تدعي علشان ربنا يحفظ سفرنا. دعيت لهم وشربنا شاي مع بعض وأكلنا بسكوتة. ولما قمنا هو كمان قام وقال يا قس أندريه حضرتك عارف إني نبي من عند ربنا؟ قلت له عارف يا أخي. حضرتك عارف عندي مخافة من أمور ربنا؟ قلت له عارف. أنت عارف إمتى ربنا بيتكلم على لساني؟ قلت له عارف يا أخويا، ربنا شغلني الأسبوع ده، لأن الروح بيجيلي وبيقول لي أشتري هدوم، بس المقاسات اللي الروح بيكشفها لي مش مقاسات عادية. وأنا رحت محل كينج سايز. كينج سايز ده محل هدوم كبيرة. أنا رحت محل كينج سايز وما كانش فيه المقاسات، بس صاحب المحل أداني رقم الترزي اللي بيعمل تفصيل على المقاس، ورحت هناك وهو عمل لي بدلتين تفصيل زي ما ربنا وراني. عشان خصر كبير قوي طلبت كمان 4 قمصان، لأني تخيلت إن مش هيكون في قمصان للنوع ده من الناس. وانت عارف مراتي بياتنها صح؟ هي سألتني إذا كان ربنا كشف لي مقاس الجزمة، وقلت لها أيوة. بص كده، بدلتين، 4 قمصان، 4 كرافتات، جزمتين، وكمان اشترينا البرفان. مش عارف لمين، بس ممكن تاخده. قلت لها أنا عارف بالظبط لمين. وديت البدلات. وصلنا هناك كانت فرحة كبيرة يا أخي. يوم الجمعة افتتاح التجمع، الصالة كانت مليانة يا أخي. قلت لديفينو هتفضل جوه العربية. مش عربية دي، كانت أونو صغيرة يا أخي، بس تخيل الأونينيو اللي كان معايا كان متجرب يا أخي. قلت له هتفضل جوه الأونو. الشباب هيغنوا 3 ترانيم من الهاربة، احنا هنخلي الصالة كلها تقف على رجليها. أنا هادي الدور للشباب عشان يقراوا موضوع النهاردة، وانت اللي هتعمل كده. بعد ما تخلص القراية الرئيس هيكون موجود، احنا هنسلم للرئيس. الرئيس هيصلي ويفتح الاحتفال باسم الآب والابن والروح القدس زي ما هو العادة في كل كنائس جماعة الله. غنانا 3 ترانيم من كتاب الترانيم، والمكان كان مليان يا أخي. الشيوخ ألسنة النار كانوا كلهم هناك. وقلت دلوقتي هنقرأ موضوع اللقاء. عايز أندو على الشباب. ديفينو تعال اقرأ. نزل من العربية وجاي يا أخي، لابس بدلة مفصلة مخصوص، قميص، جزمة، بوزها رفيع، وكله معطر. ولما طلع على المنبر وبدأ يقرأ، يسوع عمد ديفينو بالروح القدس. اسمع اللي هقوله هنا يا أخي. أنا كنت مدرس ديفينو في مدرسة الأحد. أنا كنت مدرس ديفينو في الدورة الأساسية في اللاهوت. أنا قدمت ديفينو كمتعاون، وبعد كده عينته خادم استقبال في الكنيسة. أنا عينت ديفينو علشان يقود شباب الكنيسة. أنا عينت ديفينو كمنسق ومدرس في مدرسة الكتاب المقدس. أنا اللي رتبت ارتباط ديفينو. أنا اللي عملت خطوبة ديفينو.
أنا اللي وديته يجوز، أنا جوزت ديفينو، أنا اللي خليته يبقى شيخ في الكنيسة، أنا اللي قدمت اسمه للإنجيلي للرئيس عشان يتاخد في المؤتمر. ولما خلص وقتي في المؤتمر في الكنيسة دي، الرئيس قال وقت الأخ انتهى، هتروح حي تاني. عايزني أبعت لك خادم من المقر الرئيسي ولا ربنا اختار حد من الحي ده؟ قلت له مش لازم تبعت حد من المقر الرئيسي، هناك ربنا اختار حد يكمل عمل الرب. في يوم وداعي سلمت مجموعة المفاتيح لديفينو، وهو بقى أكتر خادم مؤثر في المدينة دي. لأن الناس مش بيجوا جاهزين يا إخواتي، لازم نصبر ونصر على الناس اللي بتيجي في حياتنا بيبقوا مليانين عيوب ونواقص، لكن قيادتنا هتخليهم أحسن، وقيادتنا هتجهزهم وهم هيبقوا قادة مؤثرين مليانين بالروح القدس، لأن الكنيسة بتقوم بالدور ده. الكنيسة بتقوم بالدور ده في القيادة، وبتحول الناس اللي مش كاملين لناس كاملين. هللويا يا إخواتي. بصوا أنا اتبنيت جدا من الشهادة دي، خصوصا عشان اللي جاله. ربنا بيراعي الصغيرين والبسطاء، وكتير من الأحيان الناس دي اللي لأي سبب مش بينطبق عليهم معايير كنايس كتير، الناس دي بيتحتقروا، وربنا ما بيحتقرش أي حد منهم، لأن في الحقيقة ربنا عايزهم اللي هم متواضعين، اللي بيدوروا يرضوا ربنا، اللي ما عندهمش الغرور اللي كتير بنشوفه في الكنائس. يا إخواتي ربنا يقيم ناس أكتر زي دول، والحمد لله على حياة القس ده. وعلى فكرة هسيب شهادته هنا كمان هتتبهر بيها. راجل بتاع ربنا باين عليه صح، واضح، بنشوف بساطته وبنشوف إن الموضوع حقيقي حصل هنا فعلا. فياريت تكون الشخص البسيط ده، وياريت يكون عندك القلب المتواضع ده زي ديفينو، زي ما هو حكى هنا. إخواتي الله هو كتير بيكون عكس الاتجاه، مش بس عكس اتجاه الدنيا، لأ ساعات كمان بيكون عكس اتجاه الكنائس للأسف، عشان في كتير فاكرين إنهم مع ربنا بس هما مش كده، لأنهم فقدوا الهدف، فقدوا رؤية الملكوت. بس يا رب نكون احنا كمان من ضمنهم. أنا عايز ربنا يستخدمني، وعايز أكون معاكم ونكبر روحيا سوا. عشان كده بطلب منك اشترك في قناتي. كل يوم عايز أعمل صلاة الصبح وصلاة بالليل عشان أقويك، ودلوقتي هسيب لك هنا كمان شهادة من الأخ ده اللي هو بركة، هتتبهر. ماشي؟ ربنا يباركك. هستناك هنا في الفيديو الجاي ده. ببعت لك حضن كبير. خليك في سلام الرب.